النادي الأهلي بيفوز على سموحة ويعود لصدارة الدوري الممتاز مرة أخرى بهدفين سجلهم محمد مجدي قفشة وإمام عاشور، اللي بعد ما سجل الجون احتفل احتفال مثير للجدل جدا، والاحتفال ده منسوب لعلي البليهي لاعب نادي الهلال ولاعب منتخب السعودية. ناس كتير بتتكلم بعد الاحتفال ده وبتقول إن علي البليهي كان بيحتفل ببالونة نفس لون تيشيرت فريقه، ولكن كان في مرة احتفل ببالونة صفراء ممكن يكون نسبة للون تيشيرت نادي النصر، ولكن النهارده اللي عمله امام عاشور ان هو احتفل ببالونه بيضه ونفخها وبعد كده حطها تحت رجله عشان يقطعها. الله اعلم امام عاشور بيرمي لايه، ولكن من رايي انا المتواضع ان المفروض انا ابعد عن المشاكل، او على الاقل ما قلتش احتفالات للعيب زي علي البليهي اللي مشهور عنه المشاكل الكبيره. ولو رجعنا لمباراة النهارده هتلاقي ان مارسيل كولر فاجئ الجميع وبدأ بخطة 3-4-3 او 3-5-2 او 5-3-2 زي ما انت عايز قول. باختصار انه بدأ برامي ربيعة واشرف داري وياسر ابراهيم الثلاثة مدافعين واثنين وينج باكس، واحد على اليمين حسين الشحات وعلى الشمال يحيى عطية الله اللي بنتمنى له كلنا الشفاء من الاصابة اللي تعرض ليها بكدمة في الوجه وقطع في الحاجب. في نص الملعب كان موجود اكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي قفشة، وقدام اثنين كان وسام ابو علي وتحت منه مهاجم تاني امام عاشور او تحت الفرود امام عاشور. كان واضح جدا عدم الانسجام للثلاثي الامامي محمد مجدي قفشه ووسام ابو علي وامام عاشور. تحس ان كان في تصميم من مارسيل كولر ان الاختراقات كلها بتاعت النادي الاهلي تكون من العمق، مع ان الهدف الملغي اللي جه كان بعرضيه من يحيى عطية الله وحطها وسام ابو علي. وتاكيدا للكلام اللي انا بقوله، الهدف الاول اللي احرزه محمد مجدي قفشه كان من عرضيه على طول عملها كريم الدبيس وطلع ركبها محمد مجدي قفشه اللي كان بيتحرك ما بين السيرد باك والباك واتحرك كده من خلف ربيعه، وما قدرش ربيعه ان هو يوصل للكره، ومحمد مجدي قفشه على طول قدر انه يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. حتى الهدف الثاني اللي سجله النادي الاهلي كان من صناعه حسين الشحات اللي هو الوينج باك، ولكن برضه كان هو ضم لجوه الملعب كده وعلى طول عمل الكره لامام عاشور في تايمنج ولا احلى ولا اروع، قدر يكسر على طول امام عاشور التسلل واتحرك برضه في نفس المساحه ما بين السيرد باك والباك في ظهر المدافعين، وقدر ان هو يرقص الجول وحط الهدف الثاني للنادي الاهلي. عايز اعرف رايكم ايه في طريقه اللعب اللي لعب بيها النهارده النادي الاهلي ومارسيل كولر، وهل تتوقع ان مارسيل كولر يكمل في الطريقه اللي بيلعب بيها دي، ولا عشان بس غياب اكتر من باك يمين عنده زي عمر كمال ومحمد هاني وكريم فؤاد مثلا فحب ان هو يلعب بثلاثه، ولا هيكمل في نفس الطريقه دي المباريات الجايه؟ في النهايه بس حابب اقول ان برضه ربنا سترها معانا النهارده، وسموحه كان ليهم هجمتين او كورتين جم في العارضه، واحده في العارضه اليمين وواحده في العارضه الشمال، فكان ممكن لو واحده منهم جت جون الموضوع يتأزم علينا خالص، او حتى لو الاثنين جون كانت النتيجه هتكون 2-2. فيا ريت نخلي بالنا من الاخطاء الدفاعيه اللي مدافعين النادي الاهلي بيقعوا فيها. وبرضه الف سلامه على اشرف داري، هو عنده اصابه في العضله الخلفيه، الله اعلم هيقدر يلحق المباراه الجايه ولا لا، لكن بنتمنى السلامه لجميع لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. سلام.